السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد، والنهارده هنتكلم فيه ازاي تحافظي على الفوط بتاعتك، ولو انت عروسة جديدة ازاي تستخدميهم كويس ويعيشوا معاكي كده عمر. اول حاجة هنيجي نتكلم بقى عن الفوط. هنقول ايه؟ الفوط اول ما تتجوزي جديد حاولي ان انت تغسليهم كلهم. ازاي؟ يعني هحطهم كلهم في الغسالة كده واغسلهم؟ لا، يعني كل فوطة تستخدميها، الفوطة دي استخدمتها اما انا مطبقاهم كده اروح جايباها من تحت، والفوطه اللي لسه هتستخدم تبقى هي اللي من فوق. يعني كل ما اغسل واحده اجيبها كده من تحت. اهم حاجه ان انت كل الفوط تغسليها، ولو انت عروسه جديده لسه تغسليهم في البدايه كلهم، وبعد كده شوفي انت عايزه تستخدمي كام فوطه وهم بقى اللي استخدميهم، كانوا بقى مع بورنس او بكام بشكير هم اللي استخدميهم. اهم حاجه انهم يتغسلوا اول مره علشان ما يعدوش بعد كده، وتبص تلاقيهم الانسجه بتاعتهم ثابت من بعضها من الركنه. لا، اول مره اغسلهم بالتدريج، يعني امسك كده فوطه فوطه، واللي اتغسلت اخليها من ورا، مثلا اخليها من تحت ولو انا مطبقاهم، اخليها من ورا لو انا رصاهم. ماشي، يبقى كده عرفنا ايه الفوط بتاعتك. وكمان حاولي ان انت الفوط ما تكوني هتشغليها في الغساله ما تخليش عليها النار عاليه قوي، بتاع قصدي الميه السخونه بتاعت الغساله ما تبقاش عاليه عليها قوي، خصوصا اللي هي ملونه غامقه، ما تقعدش بقى تغلي، وممكن تطلع الالوان بتاعتها. على لو في فوط بتطلع الوان هتطلع من على الغسيل اللي بيتغسل معاها، وكمان هتبص تلاقيها فتحت. وحاولي ان انت ما تنشرهمش في مكان يكون فيه شمس، او هيفضلوا عايشين معاكي عمر طويل. ونيجي بقى للملايات. الملايات بقى هنعمل ايه؟ الملايات يا حبيبتي اما تغسليهم، يعني تشوفي انت غسلتي الملايه، ما تخليش درجه السخونه برضو عليها عاليه قوي. وحاولي لما تكوني هتستخدمي حاجه هتدخلي كلور مثلا في الابيض، حاجه ويكون في ملايه بيضه، حاولي تستبعدي الملايه، ما تدخليش الملايه مع الابيض عشان ما تبص تلاقي الانسجه بتاعتها ثابت كده من بعضها وفككت، وتبص تلاقي الملايه من النص اتهرت، بتتهري كده وتبص تلاقيها اتقطعت. دي بالنسبه للملايات. وحاولي ان انت الملايات برضو ما تنشرهاش في الشمس، وتيجي عندك بقى الشمس تبص تلاقيها مخليلك الملايه مغيره ولونها مش حلو خالص. وحاولي تستخدمي الملايات برضو بالتدريج. الملايه اللي تستخدميها خليها بقى المره بقى تاخد ايه وقتها لغايه ما تيجي تدور عليها تاني، وهكذا وهكذا. ما تمسكيش بقى في ملايتين ثلاثه وتقولي دول اشيلهم، لا انت مش متجهزه عشان تشيليهم، انت كمان استخدميهم. وما تيجي بنتك ولا اللي هتيجي ان شاء الله بقى ربنا ييسر الحال، والموديلات بتتغير. يعني انت حاولي ان انت تاخدي الملايه برضو زي كده، تحطي الملايات فوق بعضهم، والملايه اللي استخدمتها اجيبها من تحت، والملايه اللي لسه هستخدمها تبقى من فوق. يعني لما باجي اطبق الفوط زي كده، انا جايبه الغسيل بتاعي بروح واخده الفوطه اللي خلاص لسه جايباها بدخلها من تحت، بشد الفوط كده وادخل الفوطه من تحت، والتانيه بروح ايه هي اللي باخدها من فوق. بيجي ايه عليهم وقت ان هم كلهم بيكونوا اتغسلوا مع الوقت. هو ده اللي انا عايزه اقوله لك في الفيديو. يعني انا جبت الفوطه دي مطبقاها بروح جايباها كده من تحت، اطلع الفوط بره وحاطه دي من تحت زي كده. لو انا مطبقاها من التطبيقه دي او اي تطبيقه تانية انت بتحبي تطبقيها. والملايات نفس الحكايه كده، انت هتحافظي على ملاياتك وهتحافظي على فوطك طول الوقت، وقت طويل وعمر ان شاء الله، وتعيشوا وتدوبوهم. دي اهم حاجه معلومه زي ما قلتها لك كده. حاولي ان انت ما تنشرهمش في الشمس. لو انت الشمس بتيجي عندك كام ساعه، حاولي تنشري بالليل، وخصوصا في الصيف انشري بالليل والصبح كده قبل الشمس ما تيجي. شوف انت الشمس بتيجي عندك خصوصا من الظهر للعصر دي، شيلوا الغسيل من الظهر للعصر عشان ده بيبوظ الانسجه بتاعت الغسيل وبيخليها كمان الالوان بتاعتها تغير. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، واكون قدرت اوصل لكم معلومه جديده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله ومعلومه احسن واحسن باذن الله. السلام عليكم.